لينا تفاصيل لما اتقدمت لها وكده. انا اتعرفت عليها في الجامعه. هي كانت مع واحده صاحبتها. ايطاليه ولا ايطاليه مصريه؟ هي ابويا وامها مصريين بس هي مولوده في ايطاليا. كلمتها بكل يعني احترام، قلت لها حضرتك اسمك ايه ومش عارف ايه، اتعرفت عليها اللي هي الحاجات البسيطه ديت، فانا اعجبت بيها. انا ما بحبش اللي هو اتكلم من ورا اهلها والشغل ده، لان طبعا انا بحس في عنوانيه كبيره. كلمت بابا ازاي حضرتك عامل ايه، حضرتك بنتك انا اتعرفت عليها في الجامعه ولو يسعدني طبعا ان انا اجي اتقدم لبنت حضرتك. قال لي انا دلوقتي يعني احنا بس عشان مش قاعدين في مصر وكده. طلبات ابوها بقى كانت ايه؟ انا عاوز بس البني ادم يبقى محترم، اهم حاجه الاخلاق، ما يفرقش معانا اي حاجه طبعا، ما يفرقش معانا ولا الماديات ولا الكلام ده كله، اهم حاجه البني ادم يبقى محترم قدامنا ويصون بنتنا وايه ويحافظ عليها. بعدين بقى ايه عملنا بقى، اتفقنا على خطوبه وكلمت ويعني عملنا خطوبه وكده. بس انا لا بجد البني ادمه دي والله العظيم ثلاثه حبيتها اكتر من نفسي. اول مره في حياتي اعرف حب.